وأسرة الراحل بشر والأحمد والحيدار تتوصل برسالة تعزية ومواساة من جلالة الملك، تثني على خصال وخدمات الرجل تجاه وطنه. الرسالة الملكية تليت بحضور مصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين أعضاء جيش التحرير، والكاتب العام لولاية الجهة والعيان والمنتخبون وشيوخ القبائل الصحراوية، وذلك بمناسبة الذكرى الأربعينية لرحيل الفقيد محمد مصطفى خيه وعبد الله المعمود. لبى نداء ربه في 17 من مارس الماضي السياسي والعالم والأديب والمثقف بشر والأحمد الحيدار، وهو الشخص الذي نهل من العلوم وكان سباقا للمشاركة في الجهاد والمقاومة من خلال انخراطه المبكر في جيش التحرير إبان شبابها، قبل أن يلج عددا من الميادين منها التعليم والقضاء، ثم سلك وزارة الداخلية ككاتب عام ملحق بمصالح الوزارة. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برسالة ملكية يعزي فيها أهل وأقارب وأصدقاء الفقيد، ويؤكد فيها جلالة الملك رضاه وعطفه الكبير تجاه المرحوم نظير خدماته الجليلة ومواقفه النيرة تجاه الوطن والمواطن، ويدعو له بالرحمة والمغفرة. برقية ملكية تليت بحضور كبار الشخصيات يتقدمه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري، والكاتب العام لولاية جهة العيون الساقية الحمراء، وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية وأبناء وأقارب الفقيد. كانت الأربعينية اللي هي في أجواء مفعمة بروح الوطنية وبعبق الإيمان، وهذا الرجل يعني اجتمع فيه ما تفرق لغيره، فهو رجل استثنائي تاريخي اللي خدم الوطن والعرش وخدم الدين، وكان رجل يعني انخرط في جيش التحرير مبكرا في 1957 ومعروف عليه سيرته اللي كانت سيرة حسنة ومناقب حميدة، ودائما كان متشبع بالروح الوطنية والوحدوية، ولذلك احنا كنعتبروا بأن هذه الأربعينية هي ضعف الإيمان في حقه، لأنه يستحق الوفاء والبرور، والوطن بار والوطن يعني ولاد ووفي وبار بأبنائه، ولذلك الحمد لله الأربعينية مرت في أجواء اللي هي دائما سنستحضرها، لأنها كانت مناسبة لاستحضار يعني كثير من الدروس والعبار وكثير من الرسائل اللي كان الفقيد كيحرص وكيصر على تبليغها للناشئة الأجيال الجديدة. نشكر جلالة الملك الله ينصره اللي أرسلنا برقية تعزية اللي هي قرت فينا قبالة الحمد لله، واللي كل شيء متحمس لها وكل شيء يفتخر بها الحمد لله. ونشكروا الناس كامل اللي جاتنا، وفقدان الوالد فقدوه الناس كامل، ما هو الا احنا وحدنا، الناس كامله فقيد الامه. وهذه الرساله المولويه تجسيد الحياه والدنا الحمد لله، المقاوم والباشا والكاتب العام الحمد لله في العصور كامله الحمد لله، وخدمته للوطن وساهم في ياسر من الانجازات الحمد لله واللي هو معروف بها الحمد لله. الحمد لله هذه ليله تاريخيه عظيمه عندنا، جانا ياسر من الحضور الكريم ممثلي جلالة الملك وياسر من شيوخ وأعيان القبائل اللي شاكرينهم على هذا الحضور ومشاركتنا ومشاطرتنا هذه الليلة في حفل التأبين، ونشكروا هذه الرسالة التعزية الملكية اللي مشرفنا بها جلالة الملك، اللي كانت فيها ياسر من المواساتنا والشهادات اللي نعتز بها. وتخلل هذه الذكرى الأربعينية لوفاة الراحل بشر والأحمد الحيدار كلمات أشادت بمواقف الرجل، وهو واحد من أبرز الذاكرات الحية بالجهات الجنوبية للمملكة، والذي ساهم قيد حياته في الدينامية الثقافية وأثر النقاش العمومي حول ثقافة وتاريخ المنطقة. واليوم يشهد له رفاقه بما قدم من مادة مهمة ساهمت في إعادة اكتشاف ثقافة الصحراء، داعين له بأن يتقبله الله عز وجل في عداد الصالحين من عباده الموعودين بالرحمة والمغفرة، وأن يمطر عليه شآبيب رحمته ويسكنه فسيح جناته. هذا من أكبر أعيان القبائل، وأبوه من أكبر أعيان قبائل الزرقيين،
وهذا اللي سمعت عنه الليلة من التعبير، اللسان يعز عن يقد يقولوا، ونطلبوا له الرحمة، والله يجعل داره تم عامره هو حي وميت اللي نتمناه له. وهذا الراجل كافح جيش التحرير، ونادى جلالة الملك في 74 و 73 عنه كان في نواذيبو، ومن نواذيبو مشى للرباط، واسبانيا كانت كرفسته، وهو صبر، والله يرحمه ويوسع عليه. وذا التعبير اللي سمعنا عنه ما يقد حد يعبر عنه لسان، ولا يقد حد يقول عنه، يكون من أكبر الأعيان ومن أكبر الكتاب العامون اللي كان في العيون، والراجل ما قد صرح عاطفة حد يسوى منه، ورمز قامة من قامات هذا المجتمع. وإحنا في الحقيقة مجتمعنا خاصة وبلدنا عامة يقدر القامات والأعيان والناس اللي عندها مساهمات كبيرة، والتاريخ يعني تبتنا عليه مجموعة من الأمور اللي لا غنى للمجتمع وللبلد عنها. والفقيد في الحقيقة أنا قد نعود لسني ما لم أعاشره، كما قال سيدنا عمر: يسأل الرجل الذي جاء بشاهد هل عاشرته هل سافرت معه. ولكن جالست أهل الفضل والعلم أعيان المجتمع وسمعت شهاداتهم عليه، وكلها شهادات تبين عن هذا رجل أخلاق، رجل قيم، رجل شجاعة، رجل ثبات، رجل إخلاص، رجل مقاومة، مجموعة من القيم الكبيرة. حضر هذا التأبين مجموعة من الأعيان والوجهاء وأصدقاء المرحوم ليعبروا لعائلة الفقيد عن تآزرهم ووقوفهم في هذا المصاب الجلل. أيضا كانت فرصة لتلاقي مجموعة من الذين عرفوا الفقيد وعاشروه وعاشوا معه مجموعة من المراحل، فكانت التفاتة طيبة. نشكر القائمين عليها الذين قدموا لهذا الهرم وهذا الطود الشامخ الذي خلف كثيرا للثقافة الحسانية، وخلف كثيرا أيضا لمجتمع البيضان، لأنه كان من ذوي الحل والربط، وكان من الذين يدخلون ما بين الناس بخيط أبيض. رحل إذن بشر والأحمد الحيدار القامة السياسية والعلمية الكبيرة ببلادنا، ولم ترحل ذكرياته ولا إنجازاته، فلا زالت حاضرة في أذهان الجميع. برقية ولاء وإخلاص باسم عائلة الفقيد تليت في ختام هذا الحفل التأبيني، مرفوعة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.